قال النبي الكريم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أعظم الليالي ليلة القدر، وأعظم الأيام هذه الأيام. لذلك ينبغي أن نفعل كما قال العلماء: الصوم يوم الوقفة يعني، وفي رأي كل الأيام العشر، أما هو الأصل يوم الوقفة. وكثرة الذكر، تقرأ قرآن كل يوم، الدعاء، الإقبال على الله، العمل الصالح، بر الوالدين، تفقد الأقارب. الصوم وكثرة الذكر والتهليل لا إله إلا الله، والتكبير الله أكبر، والدعاء يوم عرفة، وصيام يوم عرفة، وذبح الأضحية، ولبس الحسن من الثياب. هي كلها بنود لا ينبغي أن نفعله في هذه الأيام العشر. إذن كثرة الذكر في هذه الأيام، يعني بتقرأ أنت 5 صفحات كل يوم، روح 10 صفحات. يعني بتصلي السنة، اعمل نفل بعد السنة، يعني ارفع من مستوى عباداتك في هذه الأيام. طبعا التهليل: لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا مسير لهذا الكون إلا الله، لا فاعل إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا رافع إلا الله، لا خافض إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله. واسعة جدا. لا إله إلا الله نهاية العلم. إذن كثرة الذكر في هذه الأيام: التهليل لا إله إلا الله، والتكبير الله أكبر. يعني مهما عرفت عن الله فهو أكبر مما تعرف، ما لا نهاية. كلما عرفت الله معرفة وظننت أنك عرفته، هو أكبر من ذلك، أرحم من ذلك، أحكم من ذلك. نعم. 3. الصوم: يسن صوم أول 9 أيام من ذي الحجة، وكان النبي الكريم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر. هذا صيام النفل. يعني ويستحب لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره. هي مستحبات. يفهم الدين أحيانا فهم غير معقول. يعني أنت إذا كان قلمت أظافرك وحلقت شعرك، الأضحية غير مقبولة. لا، مو لهالدرجة، هي مبالغة. يستحسن ألا تقلم أظافرك وألا تحلق شعرك، يعني هي من المستحسنات، مو الأضحية التغيت، هي مبالغة. صيام يوم عرفة: قال النبي الكريم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها. هذا يوم عرفة، يعني أعظم ليلة ليلة القدر، أعظم يوم عرفة. الأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا. فلذلك الدعاء يوم عرفة أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، لا معطي لا مانع لا معز لا مذل لا قوي إلا الله. هذا التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. ومن جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله الهموم كلها.
هذا التوحيد. سابعا لبس الثياب الحسنة، لبس الثياب الحسنة يوم العيد، هذا من الأمور المستحبة. يعني الإنسان بيتزين، خذوا زينتكم عند كل مسجد وفي العيد. لذلك قال الحسن ابن سيدنا علي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأثمن ما نجد. يعني الأضحية إطعام اللحم، إطعام الطعام، في يعني أوضاع صعبة جدا في البلاد. فأنت لما تجعل عملك الصالح أضحية، يعني بيقول لك لو أنه تصدقت بثمنها أليس أولى؟ لا، مو أولى. هذه الأضحية يعني أب بيكون عليه دين، أعطيته ثمن الأضحية وفى الدين، بس هذا الطفل ما أكل لحم. البطولة أن تنفذ التعليمات الإلهية والنبوية تماما. يعني هي العشر أيام القادمة أيام استثنائية. كيف إذا أنت لك هيك نظام معين، لكن بأحوال خاصة بتكرس، هي عبارة صحيحة فصيحة، بتكرس كل جهدك بعمل واحد.